في يوم من الأيام كنت بشتري حاجة لبابا وأنا بشتري حاجتي، ولقيتها بتلتين سعر نفس الحاجة بالظبط للستات، نفس الحجم، نفس المكونات، نفس الشركة تقريبا. الفرق الوحيد إن التغليف بتاع المنتج النسائي كان وردي والرجالي كان أزرق. وساعتها فضلت واقفة في السوبر ماركت وسألت نفسي سؤال واحد: أنا ليه بدفع أكتر؟ ومن ساعتها ما بقيتش بتعامل مع أي منتج بيعتمد على نوع المستهلك بنفس الطريقة. في الحلقة دي هنتكلم عن حاجة اسمها البينك تاكس، أو زي ما بسميها الضريبة البامبي. مش ضريبة حكومية، لكن ممكن يكون تأثيرها أكتر على فلوسك، وهنتكلم إزاي تعرفيها وإزاي توفريها. أنا ريهام، وده بودكاست فلوس الست. أهلا بيكي في فلوس الست، بودكاست لكل بنت وست مصرية عايزة تمسك زمام فلوسها حتى لو دخلها على قده. هنا هنتكلم عن الميزانية، الادخار، الاستثمار، وإزاي توصلي للحرية المالية خطوة بخطوة. خليني أسألك سؤال: آخر مرة اشتريتي فيها منتج عناية شخصية بصيتي على سعر نفس المنتج في رف المنتجات الرجالي؟ الغالبية مش بتفكر، بتشتري وبتمشي. وده بالظبط اللي الشركات بتعتمد عليه. في ظاهرة اقتصادية اسمها البينك تاكس، مش ضريبة بتدفع للحكومة، لكن فرق في السعر بين نفس المنتج لما يتباع للست. المنتج الوردي أغلى من الأزرق، المنتج للسيدات أغلى من للرجال، حتى لو المحتوى جوه واحد. الدراسات اللي اتعملت في أمريكا وأوروبا قالت إن الست بتدفع في المتوسط أكتر من الراجل على نفس المنتجات طول عمرها. طيب في مصر مفيش أرقام رسمية، لكن في أمثلة حواليكي كل يوم. فكري كده، لو كنتي بتدفعي 100 جنيه أكتر كل شهر، على مدار سنة ده 1200 جنيه، على مدار 10 سنين ده 12000 من غير ما تلاحظي. وبعد شوية هقولك بالظبط أكتر منتجات بتحصل البنك تاكس فيها وإزاي تتعاملي معاها. في يوم من الأيام بابا طلب مني أجيب له منتج عناية شخصية من السوبر ماركت. رحت واشتريت، وأنا راجعة لاحظت إن نفس المنتج موجود بنسخة تانية، نسخة للستات بسعر أعلى بكتير. الفرق كان حوالي 1.5 مرة على نفس الحجم، نفس المكونات تقريبا، نفس الشركة. الفرق الوحيد التغليف. العبوة بتاعتي وردي وعليها زهور، وعبوة بابا بيضة وبسيطة. وقتها سألت نفسي: هو أنا بدفع فلوس زيادة على البلاستيك الوردي ده؟ وابتديت أبص حواليا ولقيت نفس الموضوع في حاجات كتير، مش في ماركت واحد، مش في منتج واحد، ده نمط كامل. وبعدين دورت أونلاين ولقيت مقالات كتير بتتكلم عن نفس الظاهرة دي، وإنها مش بس ملاحظتي أنا، ده موضوع بيتناقش على مستوى العالم. وبعدها مباشرة ابتديت أعمل حاجة عملية جدا هقولها لك بعد شوية. خليني أسألك، آخر مرة روحتي الدراي كلين سألتي ليه كاوي الجاكيت بتاعك أغلى من جاكيت بدلة رجالي بنفس الحجم؟ معظمنا ما بياخدش باله، ودي المشكلة. البنك تاكس موجودة في أماكن كتيرة. خليني أقولك أمثلة. أول حاجة منتجات العناية الشخصية، الشامبو، الكريم، المزيل. نسخة الست أغلى من نسخة الراجل حتى لو المكونات متقاربة جدا. تاني حاجة الملابس، مش بس السعر، حتى الجيوب في ملابس الست أصغر أو وهمية أحيانا وسعرها أغلى. تالت حاجة الدراي كلين، لو راجل راح بجاكيت ولو ست راحت بجاكيت مشابه، الأغلب إن فاتورة الست أعلى من غير سبب موضوعي واضح. المدهش أكتر لعب الأطفال، لو اشتريتي نفس اللعبة بس نسخة البنات ممكن تلاقيها أغلى من نسخة الولاد أو النسخة المحايدة. مجرد اللون الوردي والتعبئة بيضيفوا على السعر. طيب السؤال المهم دلوقتي: ليه ده بيحصل؟ هل هو استغلال حقيقي ولا في تفسير تاني؟ قبل ما تتكلمي أنا عارفة اللي هتقوليه، ده استغلال ومؤامرة على الستات. والإجابة مش بالبساطة دي. الموضوع له تفسير اقتصادي منطقي: العرض والطلب. الست بتشتري أكتر، بتهتم بمنتجات العناية أكتر، بتتأثر بالتسويق أكتر، وبالتالي الطلب على منتجاتها أعلى. لما الطلب يكون عالي البائع بيرفع السعر. ده مش قانون ضد الست، ده قانون السوق. بس وفيه بس كبيرة هنا، ده مش بيبرر إنك تدفعي أكتر من غير ما تاخدي قيمة أعلى. أحيانا السلعة الرجالي بتكون جودتها أعلى وسعرها أقل، يعني مش بس الست بتدفع أكتر، أحيانا بتدفع أكتر وبتاخد أقل. وده اللي بيخلي الموضوع فيه شيء من الاستغلال. فكري فيها كده، زي أسعار منتجات الأطفال والحيوانات الأليفة. الأم أو اللي بيهتم بيبقى عنده استعداد يدفع أكتر، والمنتجين عارفين ده وبيسعروا على أساسه. طيب دلوقتي السؤال العملي: انتي كست مصرية تقدري تعملي إيه بالظبط عشان ما تتأثريش بيها؟ ده اللي هنتكلم فيه دلوقتي. خليني أحكي لك على أبسط قرار ممكن تاخديه بعد الحلقة دي.
مش محتاجة تغيري أسلوب حياتك، مش محتاجة تتخلي عن اللي بتحبيه، بس خليكي واعية بالفرق. بعد ما اكتشفت موضوع البينك تاكس ابتديت أعمل حاجة بسيطة جدا. قبل ما اشتري أي منتج بشوف لو في نسخة مشابهة في قسم الرجالة، وبقارن المكونات، مش التغليف، المكونات. وفي حالات كتير بلاقي نفس المكونات تقريبا بسعر أقل. الناس أول ما بيسمعوا الكلام ده بيقولوا بس أنا بحب ريحة المنتج بتاعي، وده حق مشروع. مش بقولك هنا تتنازلي عن كل حاجة، بقولك اعرفي البدائل على الأقل. لو الفرق في السعر كبير وفيه بديل كويس جربيه. لو مش قادرة تتنازلي ماشي، بس على الأقل خدي القرار بوعي، مش من غير ما تلاحظي. وفيه منتجات زي الكريمات الطبية والبيبي لوشن اللي كتير من الستات اكتشفوا ان نتيجتها على البشرة مبهرة بسعر أقل بكتير. ولو عايزة أمثلة أكتر على منتجات ممكن تبدلي فيها ابعتيلي على الإيميل أو صفحتنا على انستجرام أو تيك توك. قبل ما تشتري أي حاجة في 3 أسئلة بسيطة لو تعودتي تسأليهم ممكن توفري فلوس من غير ما تحسي. السؤال الأول: في نسخة تانية بسعر أقل، مش لازم تبقى من نفس الماركة بس في نفس الجودة تقريبا. دوري في قسم الرجالة، دوري في النسخة المحايدة اللي مش وردي ومش أزرق، دوري في العلامات التجارية الأقل شهرة. السؤال التاني: بشتري ده عشان محتاجاه ولا عشان التسويق كويس؟ الشركات بتصرف ملايين على تسويق المنتجات النسائية، وجزء من الفرق في التكلفة دي بتدفعيه انتي في صورة سعر أعلى. السؤال الثالث: ايه المكون الأساسي فيه؟ كتير من منتجات العناية مكونها الأساسي واحد، الفرق في الريحة والتغليف. لو عرفت المكون ده ممكن تلاقيه في منتج تاني بسعر أوفر. مش بقولك تبقي بخيلة على نفسك، بقولك تبقي واعية. في فرق كبير بين الاتنين. الواعية بتشتري اللي بتحبه لكن بتعرف بالظبط ايه اللي بتدفع فلوسها فيه. والجزء الجاي هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، ازاي البينك تاكس مش بس في المنتجات لكن كمان في خدمات كتير في حياتك اليومية. لو فاكرة ان البينك تاكس بس في المنتجات اللي بتشتريها، فلا، ده موجود في خدمات بتدفعي تمنها كل اسبوع. الدراي كلين سبق وذكرناه، الكوافير سعر تسريحة الست أغلى من سعر نفس الوقت للراجل. حتى في بعض أنواع التأمين في دول تانية اتعملت دراسات إن الست بتدفع أكتر من الرجالة على تأمين العربية مثلا في بعض الحالات، حتى لو إحصائيا الست بتتعرض لحوادث أقل. طيب إيه اللي تعمليه في الخدمات دي؟ أول حاجة اسألي عن السعر قبل ما توافقي. تاني حاجة قارني بين أكتر من مكان. تالت حاجة لو شايفة فرق مش منطقي اسأليهم عن سببه. مش معناها انك هتغيري العالم، لكن ممكن تلاقي مكان تاني بسعر معقول. والمعرفة لوحدها بتأثر في قراراتك. ولو عندك تجربة شخصية مع الموضوع ده ابعتيها لي على الإيميل أو حساباتنا على السوشيال ميديا، ممكن نشارك التجارب مع بعض في حلقة جاية. في حاجة مهمة جدا كتير منا مش بيفكر فيها، انتي كمستهلكة عندك قوة. الشركات بترفع الأسعار لأنها واثقة إننا هنشتري. لو عدد كبير من الستات ابتدوا يبصوا على البدايل السوق هيتغير. واحنا شفنا حاجة شبه كده في فترة المقاطعة. مش بقولك تروحي تعملي مظاهرة، بقولك تعملي حاجة بسيطة جدا، اختاري بوعي وشاركي المعلومة دي مع صاحبتك. في حاجة لطيفة في الموضوع ده حصلت لما ستات كتيرة ابتدوا يستخدموا منتجات الرجالة أو المنتجات المحايدة في دول تانية. الشركات ابتدت تعيد تسعير بعض المنتجات وتعمل نسخ محايدة بسعر معقول. يعني صوت المستهلك بيتسمع لأن ده قانون السوق. كمان في دول زي فرنسا وكندا اتعملت فيها قوانين بتمنع البينك تاكس على بعض المنتجات الأساسية. يعني الوعي بالموضوع ده وصل لمستوى قانوني في بعض الأماكن، وده مش معناه إننا ننتظر القانون. المعلومة لوحدها بتخلي قراراتك أحسن. دلوقتي بعد كل اللي اتكلمنا فيه خليني ألخص لك كل حاجة في 5 خطوات. الخطوة الأولى: ابتدي لحظة. المرة الجاية في السوبر ماركت أو الصيدلية قارني بين نسخة الست ونسخة الراجل من نفس المنتج. مجرد الملاحظة دي بتغير الطريقة اللي بتشتري بيها. الخطوة التانية: اقري المكونات مش التغليف. لو المكونات متقاربة والسعر مختلف خدي قرارك بوعي. الخطوة التالتة: جربي نسخة واحدة من قسم الرجالة. مش لازم تغيري كل حاجة، بس جربي منتج واحد وشوفي الفرق. الخطوة الرابعة: في الخدمات اسألي عن السعر مسبقا. الدراي كلين، الكوافير، أي خدمة اسألي وقارني. الخطوة الخامسة: شاركي المعلومة. صاحبتك اللي بتقول المنتجات بقت غالية قوي ممكن تكون ما تعرفش ان في بديل أرخص، شاركيها الحلقة دي. وآخر حاجة: البينك تاكس مش هيتحل بالإحساس بالغضب بس، بيتحل بالوعي. والوعي بيبدأ من معرفة ان الظاهرة دي موجودة وانت دلوقتي عارفاها، ودي خطوة أولى مهمة جدا. لو الحلقة دي ضافت لك حاجة شاركيها مع صاحبتك، وما تنسيش تعملي متابعة عشان ما تفوتكيش أي حلقة. وياريت تسيبيلي تقييم على التطبيق اللي بتسمعي منه عشان الحلقات توصل لناس أكتر.
ولو عندك تجربة مع البينك تاكس أو سؤال ابعتيلي على صفحتنا على انستجرام أو تيك توك أو على فلوسالست@gmail.com، وهتلاقي الإيميل في وصف الحلقة. واستنيني الأسبوع الجاي، وهاتي قهوتك وتعالي نكمل كلام الستات عن الفلوس. قبل ما نمشي حابين نأكد إن المحتوى اللي بنقدمه هنا للتوعية والتعليم فقط، مش نصيحة مالية فردية. كل واحدة ظروفها مختلفة، ولو محتاجة مساعدة شخصية الجائي لمستشار مالي معتمد.